التعادل بطعم الهزيمة للنادي الأهلي وبطعم الفوز لنادي الزمالك. ليه بطعم الهزيمة؟ لأن النادي الأهلي النهاردة ضيع 3 نقط كانوا كفيلين إن هم يخلوا النادي الأهلي يقرب أكتر وأكتر من بيراميدز ومن الدوري. التعادل ليه بقى؟ لأن أنت كده بتبعد عن الدوري وبتبعد عن البطولة. بيراميدز ماشي بيجري على الدوري، مفيش فرقه لغايه دلوقتي موقفه بيراميدز. حتى النهارده الزمالك اللي هو بينافس معاك، او النهارده اللي هو عطلك، اتغلب من بيراميدز. فانت قدامك خيار من الاثنين ما لهمش تالت. انت لازم تفوز على بيراميدز في ماتشك اللي جاي معاه، بجانب ان لازم بيراميدز يتعطل في اي ماتش من الماتشات اللي جايه حتى ولو تعادل. غير كده انا النهارده للاسف الشديد الاهلي عنده دكه تقيله جدا بره، وكولر برضه كالعاده افتكاسات، كالعاده في الفتره الاخيره برضه بيتاخر في تغييراته للنادي الاهلي. معرفش ليه كولر النهارده عنده دكه قاعد لغايه الدقيقه 60 على ما فكر ان هو يلعب وينزل بن شرقي. عشان كده اول ما نزل بن شرقي في اول مباراه له مع النادي الاهلي وقدام ناديه القديم نادي الزمالك قدر يصنع الفارق ويجيب الجون. طيب بدأت تستحوذ على المباراة، عندك نص الملعب كان محتاج لاعب بحجم عمرو السولية، كان لازم ينزل ويسحب لاعب من خط النص. كمان انت شايف اني بدل ما نزلت سحبت جريديشار وحسين الشحات، كنت خليت حسين الشحات وكمل معاك امام عاشور لعب جناح، كانت هتقلب موازين الملعب من جوه. لكن للاسف الشديد برضه كولر افتكس النهارده في الماتش، زي ما يكون بيجي بماتشات مهمه للنادي الاهلي ودماغه بتتقلب، دماغه ومش عارف بيحصل فيها ايه. النقطه افضل من مفيش. برضه صحيح النادي الاهلي كان مسيطر الشوط الاول واغلب الشوط الثاني، لكن نادي الزمالك النهارده لعب. نادي الزمالك النهارده كان ندي ليك، ده بيديك كمان ان خط دفاع النادي الاهلي والوينجين محتاجين ان هم تدعيمات، او محتاجين ان كولر يشتغل عليهم شويه. عندك اسكواد عالي، ومع ذلك النهارده في ظل غيابات نادي الزمالك اتعادلت معاه، ودي مشكله كبيره جدا لجماهير النادي الاهلي في تعادله النهارده مع نادي الزمالك. كده الاهلي بيقف سنه بيستنى اي تعثر لبيراميدز. يبقى نادي الزمالك النهارده ضرب عصفورين بحجر واحد، منه اخذ نقطه غاليه جدا، ومنه عطل النادي الاهلي عن الفوز او الزحف ناحيه الدوري. هو ده اللي حصل النهارده في الماتش. نتمنى ان النادي الاهلي يراجع نفسه الفتره اللي جايه، نتمنى ان كولر يفوق شويه في الفتره اللي جايه. هنشوف وهنتابع قرارات النادي الاهلي مع كولر هيكون في ايه. لو استمر كولر بالطريقه دي يبقى الاهلي في خطر، سواء في الدوري او في افريقيا او في كاس العالم. لازم تدخل مجلس اداره النادي الاهلي مع كولر في تغييراته، في اختياراته للعيبه، في حاجات كتير جدا. لازم تدخل مجلس اداره النادي الاهلي مع مارسيل كولر، هو ده اللي لازم يتم. الاهلي عنده ماتش يوم الاربعاء مهم جدا، مع مين بقى؟ مع حرس الحدود ومحمد يوسف، وما ادراك مع حرس الحدود.